معكم سعيد الحضري من المضيق. اليوم غنتكلم على هذا المنتوج. هذا المنتوج اللي هو ديال تعاونية الحليب بتطوان كولينور. اذا كنعرفوا بان المغرب خرج بواحد القرار كيقول بان ممنوع البلاستيك، الميكا اللي كنقولوا حنا الميكا ممنوعه وجمعت من السوق وجمعت من الديوانه، ولكن كنلقاو بان الحليب باقي كيتوزع لنا في هذا البلاستيك هذا. بتطوان عندنا تعاونية الحليب كتوزع لنا الحليب في هذا النوع ديال البلاستيك، في حين ما كاين حتى شي معلومه كتعطينا هذا البلاستيك شمن نوع ديال البلاستيك كاينه عده انواع، كاينه 6 الانواع ديال البلاستيك والسابع هو مشترك، ولكن هنا كنشوف ما كاين حتى شي اشاره اللي كدلنا على البلاستيك. بحال اش مثلا اذا جينا نشوفوا هذا النوع ديال البلاستيك اللي هو في اوروبا، غنشوفوا عندنا هنايا هذه البلاصه هي هنا فيها بيت هي رقم 1. اما كنلقاو في وسط هاد الاسهم كنلقاو غالبا رقم 1 2 3 4، يعني النوع ديال البلاستيك واش الريسيكلاج ولا لا. كذلك غنمشيو نشوفوا هاد الميكا هذه ميكا كتعني قابله لاعاده الاستعمال، وهي في حد ذاتها عندها ديك العلامه اللي تكلمت عليها دابا عاد احنا غنشوفوها. ها هي هنايا، ها هي كتشوفوها معايا هنا. اذا رقم 2 هاد النوع ديال البلاستيك. حتى هذه غنزيد ناكد عليها، غنلقاو فيها لا شك غنلقاو فيها عاوتاني ها هي صغيره فيها بيت، ولكن هذه الحليب اللي عندنا في تطوان والقارورات ديال البلاستيك بصفه عامه اللي عندنا كيتباعوا في المغرب ما فيهمش النوع ديال البلاستيك شمن نوع. ارانا نحرقوا هذا النوع ديال البلاستيك ونشوفوا واش غيقطر ولا ما يقطرش. اذا غنشعل فيه العافيه. كما كتشوفوا كيتحرق بسهوله، كاين الرياح كتمنع، ها هو كيتحرق بسهوله. واحد شويه غادي يبقى يقطر، لا شك انه غادي يقطر. ثم كتشوفوا هذا بلاستيك مودير، ها هو كيقطر، ها هو بدا كيقطر. شاهدوا معايا قطرات ديال البلاستيك ورائحه كريهه يمكن تسبب لنا لا توكسيكاسيون اي شخص اي واحد. هنا كيجي الحليب في هذا النوع ديال البلاستيك هذا فيه الالوان ديال الازرق والابيض. هذا الدليل على اللون الازرق والابيض، هذا اللون هذا في حد ذاته غادي يكون هو ربما سام. اذا كما كتشاهدوا كما شاهدنا هذا النوع ديال البلاستيك اللي كتستعملوا تعاونية الحليب بتطوان، نوع ديال البلاستيك ما عندنا عليه حتى شي معلومه، واش مودير واش ماشي مودير واش منين جاي. انا شخصيا في عمري 34 سنه نهار اللي تزاديت في المضيق وانا كنجبر هاد النوع ديال الحليب كيتباع. شنو معناتها؟ قبل شحال هادي 34 سنه ما كانوش كاين لابوراتوار بحال دابا، ما كاينش البحث العلمي بحال دابا، ومازال كيستعمل نفس البلاستيك. وهذه مده دازت طويله، 34 سنه، اكثر من 34 سنه، وهاد الشركه ديال الحليب ولا هاد التعاونيه ديال الحليب مازال كتستعملنا هاد النوع ديال البلاستيك اللي كدير فيه اللبن وكدير فيه الحليب. وحتى القنينات ديال الماء، شركات ديال الماء بالمغرب خصهم يكتبوا لنا كما وريتكم ديك الدائره ويعدلوا لنا الرقم ديال النوع ديال البلاستيك ويقولوا لنا واش مودير واش ماشي مودير. اذا البلاستيك فيه واحد الماده مسميه بيسفينول ا. هاد الماده هذه كتسبب لنا الكانسر وكتسبب لنا خلل في توازن العادي ديال الجسم، كذلك كتاثر على الجنين وكتاثر له على النمو ديال الدماغ ديالو. علاش كنلقاو واحد العدد كبير ديال الاعاقات، واحد العدد كبير ديال وفيات السرطان. اذا البلاستيك في المغرب اخواتنا جا المغرب قال منعوا البلاستيك، ولكن باقي شركات، باقي تعاونيات، باقي البلاستيك كيتصنع في المغرب بطريقه خاطئه. انا من متخرجين في اسبانيا، كنت في واحد الشركه كنعمل ستاج وفرضت علينا نتكونوا في البلاستيك، فلهذا الشيء عندي هذه المعلومات هذه وعندي بزاف د المعلومات. اذا كما قلت هذيك الدائره اللي فيها الاسهم مدوره خصو يكون فيها ارقام اللي كتحدد لنا النوع ديال البلاستيك والنوع ديال المميزات ديالو والخطوره ديالو على الجسم وعلى البيئه. كان معكم سعيد الحضري، خبير في الصحه والسلامه والوقايه من الاخطار من المضيق. تحيه.